السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة جدا. هنعمل مقرمشات بحاجة بسيطة جدا جدا، مش هتكلفنا اي حاجة. بطاطس موجودة عندك في البيت، مقادير بسيطة جدا، هتطلعي احلى مقرمشات من تحت ايدك. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسيش تحطيلي لايك واشتراك في القناة لو مش مشتركة. تعالي نشوف الجمال والحلاوة دي عملناها ازاي وبطريقتها ايه. اول حاجة بقى، عندي نص كيلو من البطاطس او بطاطستين كده متوسطين. قشرتهم وقطعتهم كده مكعبات زي ما انتوا شايفين نفس الحجم، عشان لما تيجي تسلقيها يستووا كلهم في نفس الوقت. حطيت لهم مية بقى وحطهم على النار عشان يتسلقوا. اول ما يبتدوا يغلوا، اظبطي 10 دقايق كده، هتكونوا استووا معاكي وبقوا طريين جدا، عشان تقدري تهرسيهم بمنتهى السهولة. صفيتهم بقى من ميتهم وحطيتهم في طبق كده وهرسهم بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده. هنحط عليهم بقى ايه؟ هنحط عليهم نص معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الاسود. هقلبهم مع بعض واحط لهم كمان معلقة كبيرة من الزيت النباتي. هديهم تقليبة وابتدي بقى احط لهم النشا. هو ده بقى اللي هيلملي ويبقى خليها لي عجينة. عندي هنا 80 جرام من النشا، او تقريبا يعني ربع كوباية، او في حدود 10 او 11 معلقة كده من النشا. هحط حبة حبة كده وهلمها بقى بايدي لحد ما تتعجن كده وتبقى عجينة متماسكة معايا. لو مش قادرة توزني النشا، حطي حبة حبة كده لحد ما تلم معاكي كده وتبقى عجينة. مفيش ابسط ولا اسهل من كده، ومفيش مقادير اصلا، والبطاطس متوفرة عندنا في كل البيت. هبتدي اخد قطعة قطعة كده واعملها اسطوانة كده زي ما انتوا شايفين. هتتشكل معاكي بمنتهى السهولة والبساطة. حاولي معاها كده بالراحة، حتة حتة كده لحد ما تبقى كلهم نفس الحجم، عشان لما تيجي تقطعيهم يبقى كلهم حجم متساوي معاكي. زي ما انتوا شايفين كده، هعمل بقى كل كمية بالشكل ده. مش هتاخد وقت منك خالص، وهتبقى سهلة وبسيطة. حتة حتة كده وهبتدي اشكلهم زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى بالسكينة كده اقطعهم لقطع متساوية زي ما انتوا شايفين كده، عشان حجمها يبقى نفس الحجم، عشان لما تيجي تحمريها تبقى معاكي نفس التسوية، ما تبقاش واحدة متحمرة قوي واحدة لا. فحاولي تقطعيهم نفس الحجم بالظبط. هعمل بقى كل كمية بنفس الطريقة دي واحطهم بقى في طبق زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت كل الكمية بمنتهى السهولة خالص. هحط بقى انا طاسة على النار فيها شوية من الزيت يسخن معايا، عشان ابتدي احمر فيه المقرمشات بتاعتي. هحط بقى واحدة واحدة كده في الزيت. قسمتهم انا على طاستين، يعني حطيت نص الكمية وعملت نص الكمية في مرة تانية، عشان ما تمليش الطاسة قوي وما تعرفيش تتحكمي فيها. هسيبها بقى تاخد اللون كده معايا، واول ما تبتدي تلون كده معاكي ابتدي قلبيها عشان تلون معاكي من كل النواحي. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. خدت بقى اتلونت كده معايا، هبتدي اشيلها واحطها على مصفى عشان تصفي الزيت وتبقى مقرمشة معايا. وادي الطاسة التانية عملتها بنفس الطريقة. لو وصلتي معايا لحد هنا، ما تنسيش تحطي لايك واشتراك في القناة، واكتبي لي كومنت حلو كده عشان يشجعني. ولو مش مشتركة اشتركي وشيري الفيديو كده مع اصحابك واصدقائك عشان القناة تكبر بيكي ان شاء الله. وهوريكي بقى صوت القرمشة خطيرة جدا وطعمها جنان جنان جنان. منتهى البساطة والسهولة عملنا احلى مقرمشات في البيت. تقدري تعمليها بطريقة سهلة، وتقدري تشتري من العطار طعم الجبنة او طعم الشطة كده وترشيها عليها، هتبقى طعمها حلو قوي. تقدري تعمليها في السهرة كده، تاكليها انتي وولادك مع تتفرجي على فيلم كده وتاكليها.
بألف هنا وشفا. جربيها وهتعجبك بإذن الله. متنسيش بقى تحطي لي لايك وتقولي ان انتي نفذتيها وعجبتك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.